السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وروتين جديد وان شاء الله يكون مفيد. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مره بقى تشوفي لي القناه يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. الروتين النهارده حلو قوي ومشجع قوي. هو روتين بس النهارده كده مفيش فيه وصفات. بقيت بقى تنظيفات المطبخ. والله اليوم ده يا بنات كان عندي شغل كتير جدا 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 بجد. وكنت في اليوم ده كمان بطبخ. يعني عادة انا لما بكون بعمل شغل في المطبخ كتير كده ببقى مظبطة اموري ان انا عندي اكل او كده. بس المرة دي لا، كنت بطبخ. كان الاكل على البوتاجاز وكنت بنظف في المطبخ وكنت بصور معاكم الروتين. مرضتش اصور معاكم الاكل لان حسيت ان الفيديو هيطول معايا قوي. فكنت طبخة اكل عادي، يعني كنت لحمة وشوربة وخضار ورز وكده. فجبت معاكم بس الايه التنظيفات. التنظيفات النهارده بقى بقت تنظيفات. انا خدت معاكم التنظيفات واحده واحده كده. اللي هي بقى ايه، خدت الدواخل الاول. خدت الدواخل وغيرت المفارش بتاعتها كل حاجه فيها اتغسلت. وطبعا المواعين بتاعتنا احنا ايدنا فيها على طول اول بتتغسل. جيت بقى على الركن اللي هو جنب البوتاجاز، اللي هو انتوا شايفين طبعا انا خدت لكم كده شويه مقاطع كده من الفيديو. الركن اللي هو بيبقى جنب البوتاجاز انا حاطه زي ترابيزه كده وعليها الفرن الكهرباء بتاعي. يعني دلوقتي انا ما عدتش بشغله، نادرا نادرا لما بشغله. هنتكلم مع بعض في النقطه دي برضو. وقمت قايله بقى اما افضي بقى العلب بتاعه البهارات بتاعتي. انا عندي علب كده ازاز على بلاستيك على حاجات زي كده. وجبت بقى شويه مشتريات صغيرين كده. حاجه على قد كده هتشوفوها برضو معايا في الفيديو. يعني حاجه مش مستاهله ان انا اعمل بها فيديو مخصوص يعني للمشتريات وكده. بس شويه حاجات بسيطه كده كانت ناقصاني في المطبخ بس فرحتني قوي. وما جبتهمش على فكره مره واحده، برضو هنتكلم مع بعض لما نوصل عند النقطه دي. بس اقول لكم انا عملت ايه دلوقتي. انا خدت بقى البهارات بتاعتي فضيتها. كان بقى عندي بقايا كده من حاجات حطيتها برضو كده في اطباق صغيره. وحطيتهم على صينيه وطلعتهم بره المطبخ خالص. عشان خاطر ابقى ايه، ما يجيش عليهم ميه ولا حاجات زي كده. وانا عماله بقى بطرطش واعمل اللي انا بعمله ده. وخدت بقى العلب البهارات بتاعتي ديت وحطيت عليها بقى ميه مغليه كده من السخان. وحطيت معلقه كربونات ومعلقه ملح ليمون وشويه خل. وحطيت شويه من الصابون السائل ونسبتهم منقوعين في الخلطه دي. كان عندي بقى شويه كوبايات على شويه اطباق. قلت بقى افضي ايه، افضي الحوض خالص. بس انا نقعتهم الاول وحطيتهم على جنب الرخامه جنبي. وايه، وخدت الحاجات دي كده بقى ايه، قلت اغسلها واروقها كده واظبط بقى الحوض كده. ان انا ما يكونش في حاجه عشان لما اغسل بقى الحاجات ديت يبقى هي بس يا دوبك على قد الحاجه اللي انا بغسلها. وكان بقى الاكل على النار زي ما بقول لكم، كنت مولعه بقى على لحمه وحاجات زي كده. إيه وبس. فقلت بقى ايه ان انا شطف المطبخ الاول. وبعد كده وكان جاي لي بقى فراخ يعني. جالي فراخ كده للفريزر. غسلتها بس انا كنت غاسله معاكم قبل كده فراخ كده من كام فيديو. فمرضتش برضو ان انا ايه احط تنظيف الفراخ في الفيديو. بس انا بحكي لكم دلوقتي اليوم بتاعي كان ماشي ازاي. زي ما انتم شايفين كده بقى شويه الاطباق الصغيرين دولت على شويه الحاجات دولت كانوا عاملين لي ازمه بصراحه. هم كانوا دول بس اللي كانوا في الحوض. فكانوا عاملين لي ازمه كده. فقمت قايله بقى اما اتخلص منهم اغسلهم كده واظبطهم. عشان خاطر اغسل بقى ايه طقم البهارات ده. انا ما عنديش طقم. انا كان عندي الطقم اللي على الحامل ده. اللي هو ايه، كانوا 6 وحدات. واحده فيهم اتكسرت، يلا خدت الشر وراحت. بقى معايا الايه الخمسه اللي هم متعلقين عليه. المصفى الحمراء اللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو دي كانت مصفى عندي كده بتاعتي. يعني كنت بتاعت الخضار والحاجات دي. فهي اتكسرت من تحت كده ومن الجنب. انا بصراحه ما رمتهاش، انا حطيتها كده جنبي على جنب البوتاجاز، يعني على الفرن. حطيت فيها بقى الايه الطقم بتاع اللي هو البهارات ده. اللي هو علب البهارات. كنت انا جايبه حاجات كده فرداني. يعني حاجات فردانيه كده كانت بتعجبني شكلها وكلام من ده. لان زي ما قلت لكم كده انا ما عنديش طقم اللي هو الكبير ده. كان نفسي والله اجيب طقم من اللي هو الكبير ده يلم لي كل البهارات وتبقى حاجه واحده وخلاص. بس يعني لقيته غالي قوي. يعني انا لما سالت عليه دلوقتي لقيته غالي. يعني هو في حاجات ب700 وحاجات ب1000.
انا رغم ان انت تشوفه في الطبق ده في حاجات بلاستيك، بس انا مش حابه البلاستيك في البهارات بصراحه. يعني حابه اكتر الازاز. يعني الطقم بتاعي اللي هو الست قطع ده، اللي هو الدوار ده، دولت ازاز، هما ست قطع بس. بس ازاز. انا يعني حابه الازاز قوي. في البهارات بحس ان الحاجه ما بتكرفش، بحس ان الحاجه بتتحط زي ما هي. انما الحاجات اللي في البلاستيك بحس ان لما حاجه بتغيب عندي، زي مثلا البابريكا او بهارات كفتة او اي حاجات زي كده، بحس انها بتغير. مش عارفة اللي في البلاستيك، انما اللي في الازاز لا. يعني الحاجة اللي في الازاز بحس كده ان متحافظ عليها. المهم مسكت بقى الحاجات دي كلها هي في قلب المية المغلية، كانت المية بقى دفت. خدتهم بقى غسلة كده وهم في قلب المية دي لغاية ما رقوا ونضفوا. وبدأت بقى ايه شطفتهم بقى ايه طبعا بمية بقى عادية فترة كده. سخنة برضو على باردة. يعني انا ظبطت المية كده انها تبقى سخنة على باردة. شوفوا بقى الازاز عامل ازاي. بجد الازاز ده حلو قوي. انا كنت بقى بدور على طقم كبير يكون ازاز ياخد لي كل البهارات بقى. البهارات كتير وانواعها بقت كتير. انا بوريكم المصفى اهي بعد ما غسلتها، الحته المكسوره فيها ديت، فانا ما رمتهاش. انا بفرش فيها بقى كده زي مشمع كده. وبحط بقى ايه العلب البهارات بتاعتي دي. جيت بقى كده، ده فرن الكهرباء بتاعي، ده عندي بقاله حوالي عن 11 سنه. يعني حتى والله ما انا فاكره كانت ماركته إيه انا كنت بشغله حلو جدا 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 في حاجتين: تسويه الكيكه والجلاش. انما كبيتزا ولا اي حاجه تانية انا كنت بعمل كل حاجه في فرن البوتاجاز بصراحه. انما هو الفرن الكهرباء ده انا كنتش بستعمله الا في حاجتين اتنين: في الكيكه وفي الجلاش. بجد حلو جدا جدا جدا، وبيطلع الكيكه معايا ناجحه جدا. بس بيجر كهربا جامد قوي، يعني هو بيشد كهربا جامد. فانا بقى ظبطت فرن البوتاجاز بتاعي وبسوي الكيكه دلوقتي والجلاش وكل حاجه في فرن البوتاجاز. فانا دلوقتي نادرا نادرا ما بستعمله. بس مش لاقيه له مكان. لو حطيته على الرخامه هتتزحم قوي لان عليها الميكرويف، وبقيت الرخامه هي دي الحته دي. المهم دي ترابيزه قديمه عندي انا حاطه عليها الفرن الكهرباء ده. وحاطه بقى ايه شفتوا بقى انا غسلته الاول عشان ما تفوتنيش الحته دي بالفيبه واللهلوبه. يعني بجد المنظف بتاع الفيبه ده احلى من السترس واحلى من اللايت واحلى من حاجات كتير قوي. بجد حلو جدا وسعره مش غالي. السترس دلوقتي بقى بحاجه و70 جنيه، انما الفيبه ده يعني بحوالي ب40 ب42 في الحدود دي. واللهلوبه جبتها ب35 جنيه يعني. جبتها كده من محل عندنا، كل حبايبي بقى بتوع بالقاس. يعني يعني جبته كده من محل هنا في بالقاس يعني. بس فالمهم بقى ان انا بقى ايه عملت ظبطت بقى الدنيا كده. ودي الترابيزه القديمه اللي عندي زي ما بقول لكم. الحته ديت كان فيها الاول ايه التقفيله بتاع المطبخ، كانت تقفيله تحت وتقفيله فوق. جينا لما ركبنا الغاز فقالوا لازم تبعدوا التقفيله عن البوتاجاز، فنقلت القطعه اللي تحت حطيتها في الحيطه اللي في وش البوتاجاز. ونقلت برضو الحيطه اللي فوقها اللي على الايه على فوقها، يعني قصاد البوتاجاز. يعني القطعتين دول قصاد البوتاجاز. هرجع اكمل لكم بس بعد ما اعرض بقى معاكم المشتريات. انا جبت دول طبقين بورسلين. يعني انا بقالي فتره كده كل شويه لا طبق يقع يتكسر مني، لا طبق يخش الميكرويف يفرقع. فالاطباق اللي بتدخل الميكرويف قلت عندي شويه. ففي محل عندنا هنا في البلد برضو في البلقاس كان عامل عروض على الحاجات ديت. فانا والله حتى انا بعت بنتي هي اللي جابتها، ما نزلتش انا. جابت لي الطبقين دولت. الطبق كان ب60 جنيه، ده طبق بورسلين، والطاجن برضو ده بورسلين. الطبق ب60 والطاجن ده ب75. في محل بقى تاني كان برضو عامل عروض على الكوبايات دي. انتوا طبعا عارفين طبعا حبايبي ان انا بحب دايما اشرب الشاي في كوبايات صغيرة. جبنا 3 من اللي هي الكوبايات الصغيرة دي معمول عليها بكار ورمضان كريم. وجبت 3 تانيين من الكبار دولت معمول عليهم بوجي وطمطم من ناحيتين، ورمضان كريم برضو في النص. بس جبت 6، يعني 6 كبار وستة صغيرين. ثلاثة كبار وثلاثة صغيرين اقصد. الثلاثة الصغيرين دولت كانوا ب35 جنيه، والثلاثة الكبار برضو ب35 جنيه. وديت بقى يا حبايبي ديت علب ازاز، يعني برطمان ازاز قصدي للتوابل. حلوة قوي دي ازاز. فزي ما انتوا معاها معلقتها زي ما انتوا شايفين. والغطا بتاعها كده كان بيتركب له عدلة كده. بس انا ما كنتش عارفة اظبطها في الاول، بس تنتني لما عملتها يعني. المهم ده البرطمان ده هو ازاز بكام ب25 جنيه. ب25 جنيه ب20 جبنا ده 20 جبنا 5. جبت 5 برطمانات من البرطمانات دي اهو. زي ما انتم شايفين كده دولت بقى احط فيهم الملح والفلفل والكمون والكزبرة.
والطبق والبرطمان الخامس تقريبا حطيت فيه الحبهان، مش فاكره انا حطيت فيه ايه صراحه. ديت المشتريات بتاعتي. بس يا حبايبي انا جبت الحاجات اللي يعني اللي انا محتاجاها. يعني انا كل يعني ما بكون محتاجه حاجه في رمضان بجيبها. بس انا يعني عندي حاجات، فما جبتش مشتريات كتير لرمضان السنه دي زي الايه هي الحاجات دي بس اللي انا كنت محتاجاها. انا دايما يا حبايبي بجيب دايما اللي انا محتاجاه. يعني انا ما بجيبش الحاجات اللي انا مش محتاجاها، لا انا بجيب دايما الحاجات اللي انا محتاجاها. زي ما انتم شايفين بدأت بقى، كانت الحاجات بقى بتتصفى زي ما انتم شايفين كده. فرشت الفوطة اللي انتم شايفينها ديت وحطيت الحاجة اتصفت عليها. لما خلصت بقى طبيخ وكنا اتغدينا وخلصت وكده، قمت بدأت بقى اعبي في الحاجة بتاعتي. عبيت بقى البرطمانات زي ما انتم شايفينها كده. دولت 5 برطمانات اللي هم الجداد دولت ازاز زي ما قلت لكم. وربنا يسهل واجيب 2 تانيين بدل دول. اللي في كاس دول ايه يا حبايبي؟ دولت اللهم صل على النبي. بصل بودرة وتوم بودرة. البصل البودرة والثوم بودرة انا لما بعبيهم جايبينهم كده في اكياس اللي هي بتاعه الحفظ دي، هم متعبين كده من عند النقيطي العطار فتح فرع عندنا هنا بالقصد. كل حبايبي بقى بتوع المنصورة عارفينه، عطار معروف يعني. فجبت من عنده بقى اللي هو الثوم البودرة والبصل البودرة، سبتهم في كيسهم كده واحتفظ بهم في التلاجة. بس كده. ده كده بقى بعد ما خلصت خالص زي ما انتم شايفين. عملت ده الجزء بتاع الرخامه. وده زي ما انتم شايفين كده طقم البهارات. وحطيت علبه السمنه. وكنت بقى كان في برطمان في شويه مخلل كده فضيتهم في الطبق. ودولت بقى ايه؟ دي المطبقيه يا حبايبي اللي كانت فوق الحوض. شلناها ليه بقى ونقلناها وعملت المطبقيه العاديه دي عشان احنا ركبنا سخان غاز. سخان الغاز ده انا ما كان عندي الاول سخان كهرباء. بس احنا حولنا بقى السخان من سخان كهرباء لسخان غاز. فهم بيعملوا المعاينه قالوا لنا لازم تشيلوا التقفيله دي. التقفيله كانت واخده الجزء بتاع الرخامه ده كله. الضلفه كده كان فيها المنظفات، والضلفه بتاعت المطبقيه اللي انا كنت بحط فيها الحاجات دي. فجبت بقى مطبقيه عاديه كده وحطيناها على الجنب كده، ورصيت فيها الاطباق بتاعتي اللي انا بستعملها. وده الشباك طبعا لسه بس الشفاط عايز ينزل، بس الراجل صاحب البيت بقى هو اللي هينزله. الحيطه بقى ديت كلها مسكتها غسلتها. كل الحيطه دي داير. فانا عايزه اقول لكم ان الترابيزه اللي انا حطاها ديت انا كنت عايزه اجيب اللي هو الطقم الوطنيه ده اللي هو زي التربو كده بس شكل الدولاب. جيت اسال عليه لقيته ب 1700 جنيه. فانا قلت سالت ان انا اعمل وحده الوموتيل تحت في الحته ديت. لقيتها بكام؟ لقيتها تخش لها في 3000 جنيه. فانا قلت بدل ما اجيب حاجه بلاستيك وفي الاول وفي الاخر بلاستيك ب 1700 جنيه او 1400 جنيه، اللي هي زي الدولاب. يعني هي زي الدولاب كده بتفتح زي الدولاب. انا بوريكم دلوقتي كده الحاجه بتاعتي من جوه. فقلت لا هصبر على نفسي شويه لما اكمل واعمل وحده الموتيل احسن برخامتها كده تبقى تحت الحته اللي هي بتاعت المطبقيه ديت. يا ريت تقولوا لي رايكم كده. لان انا زي يعني حاولت ان انا اجيبها فعلا والله. بس لقيت بقى ايه؟ معرفتش ان انا اجيبها بصراحه. لان لقيتها غاليه وفي الاول والاخر بلاستيك. فقلت اصبر بقى على نفسي كده واعمل وحده الموتيل في المكان اللي هو ايه جنب البوتاجاز ده. ويكون ما يكونش لها ضلف ويكون لها جرار. فقولوا لي بقى رايكم في التعليقات. وده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون عجبكم واشوفكم على خير.